عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله انا هعمل لكم فيه دكر بط. بس انا مش هعمله بالطريقة العادية اللي هي اسلق البط وكده، لا انا هعمله في الكيس الحراري. الكيس الحراري ده بيديله طعم جميل، وبعدين انا مش محتاجة الشوربة، لكن لو انت محتاجة الشوربة بقى اسلقيه زي ما انت عايزة. فانا يعني عشان ما اعطلكمش او ما اطولش الفيديو عليكم، فانا عملت التتبيله بتاعته على طول. التتبيله بتاعته دي يا حبايبي عباره عن بصلتين كبار كده او متوسطين حسب حجم البطه يعني. بدعكهم بملح وفلفل. عايزه تزودي ليمون، عايزه تزودي اي حاجه، بس انا دلوقتي عاملاها بملح وفلفل بس. اما بالنسبه لضفر البط بقى، لو تقدري تورقيه كده يعني بتفصلي الجلد عن اللحم، اعملي. ما قدرتيش خلاص انت بتتبليه التتبيله العاديه، مش مهم تحطي بين الجلد واللحم يعني، المهم تتبليه من بره ومن جوه من القلب دي يعني خلاص كفايه، يكفيني كده. ويا ريت نتبله من بالليل للصبح. لو ما قدرتيش يبقى كفايه ساعتين ولا حاجه. بس وبعد كده انا طبعا محضره الحشوه بتاعته. انا مش هحشيه بقى بالرز او برضو الحشوه العاديه، انا هحشيه بمرتة. المرتة دي عباره عن عن بصل، حوالي 3 بصلات. انا بقطعهم تقطيع كبير كده يعني، ما تقطع ما تضربهمش بقى في الكبه، لا قطعيه تقطيع كبير. وحطي عليه ملح وفلفل ودعكيه كويس جدا بايديكي. يعني ده مش هتسيبيه كده ترش الملح والفلفل وخلاص وتقلبي وخلاص، لا، لازم تدعكيه كويس جدا علشان الملح والفلفل يوصل لكل البصل. فدلوقتي انا هبتدي بان انا اتبله التتبيله العاديه خالص بين الجلد وبين اللحم، لان انا مورقاه وفي القلب. هخلص وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي بقى احنا تبلنا البطة من جوه وبين الجلد وبين اللحم ومن فوق ومن الظهر ومن كل حتة، وبيتناها ليلة من بالليل للصبح. هو ده الأفضل يعني، ممكن تسيبيها ساعتين ولا حاجة مش مشكلة يعني. فدلوقتي احنا قبل ما هندخلها الفرن هنعمل بقى البصل ده. المفروض ان نعمل البصل ده قبل ما ندخلها الفرن على طول يعني، او ممكن برضو تبيتيه عادي مش مشكلة يعني. بس هنحط المرتة قبل ما ندخلها الفرن. فهنحشي بقى البطة بالمرتة. دلوقتي بقى يا حبايبي انا حطيت البصل اللي هو المرتة، في حشيت بيه البطة. برضو حطيت شوية من هنا كمان على قد ما تقدري في الرقبة. هقفل بقى بالخلة من هنا وهقفل من هنا يعني على قد ما نقدر، لان هو مش هيقع ولا حاجه، هو هيتحط في الكيس الحراري بس، يبقى افضل يعني ان احنا نقفله. هنقفل ونرجع لكم. دلوقتي بقى يا حبايبي انا خلصت البطه اهو. حطيت لها الخله من هنا ومن هنا وقفلتها كويس يعني. وبعدين لما قبل ما تحطوها بقى في الكيس الحراري، يا ريت البصل اللي على الوش ده شيلوه. شيلوه لان هو يعني بيستوي زياده كده، بيبقى طعمه مش حلو قد كده يعني. شيله. هو احنا خدنا الفايده بتاعته ان هو تبلها واداها الطعم، فاحنا هنشيله بقى قبل ما قبل ما نحطها في الكيس الحراري. هحطه في الكيس الحراري وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت البط اهوت وحطيته في الكيس الحراري. بس في ملحوظه كده عايزه اقولها لكم. ان انا قبل ما اتبل البطه من بره، حطيت لها ملح وفلفل كده بسيط. يعني دعكت البطه كلها بملح وفلفل بسيط عشان الملح والفلفل يديها طعم احلى كمان. وبعدين قمت حاطه بقى التتبيله عليها. ان شاء الله بقى هندخله الفرن وهنسويه على درجة حرارة 100 250 الأول، على أساس إن هو يسخن بقى وياخد ويدي وكده مع بعضه. وبعد نص ساعة كده هنزل درجة الحرارة ل 200 واسيبه بقى يستوي لغاية ما يخلص واحس ان هو استوى خلاص. هفتح الكيس عليه واديله وش تحمير، وبعدين ان شاء الله اوريه لكم وتشوفوا شكله النهائي باذن الله. كده البطة خلصت يا جماعة. أنا قبل ما أدخلها بقى الفرن عشان أحمر وشها، قمت جبت خلطة كده عملتها من الطماطم. جبت طماطمتين بشرتهم متوسطتين يعني، بشرتهم وحطيت عليهم توابل ملح وفلفل وزعتر. عايزة تضيفي أي توابل ضيفي، ومعلقة عسل أبيض صغيرة خالص يعني عشان بتديها تسكيرة جميلة كده، وشوية زيت. بقلبهم على بعض وبقوم دهنه الظهر الاول ومدخلاه محمراه،
وبعدين اقلبها على وشها واقوم دهنه الوش تاني ومحمراه. شايفين بقى جمالها؟ يا ريتكم معايا علشان تشوفوا جمالها وتشموا ريحتها الرائعه وطعمها وشكلها رائع رائع بصراحه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا رب تجربوها كده، هتشوفوا الجمال اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. ان شاء الله هتعجبكم جدا. وجربوها كده وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسونيش بقى يا حبايبي في لايك وشير واشتراك في القناة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.